مساء الخير عليكم. معاكم ملوكة من قناة ملوكة الأخبارية، ودي أهم الأخبار النهاردة. أول خبر: النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع مشاريع جديدة في الصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة. الهدف منها تحسين الخدمات في القرى زي المية والكهرباء والمستشفيات. الرئيس قال إن التنمية في الصعيد بقت أولوية مهمة للدولة. تاني خبر: الاقتصاد. البنك المركزي قرر يثبت سعر الفايدة علشان يواجه التضخم اللي الناس حاسة بيه في الأسعار. كمان الجنيه المصري مستقر قدام الدولار، وسعر الصرف في البنوك لسه شبه ثابت. ثالث خبر: العالم. في أوكرانيا الحكومة طلبت دعم عسكري جديد من حلف الناتو، وروسيا ردت وقالت إن التصعيد ده ممكن يزود التوتر ومش في مصلحة حد. رابع خبر: الطقس. هيئة الأرصاد قالت إن درجات الحرارة هتفضل عالية النهاردة. القاهرة وصلت ل 37 درجة، والإسكندرية 32. لو هتنزلوا حاولوا تتجنبوا الشمس وقت الظهر واشربوا مية كتير. آخر خبر: الرياضة. النادي الأهلي بيكمل تدريباته قبل ماتش نهائي كأس مصر قدام بيراميدز، والمدير الفني مارسيل كولر مركز على خطة الهجوم. الماتش هيكون يوم الجمعة الجاية في استاد القاهرة. دي كانت أهم أخبارنا النهاردة من قناة ملوكة الإخبارية. استنونا كل يوم مع نشرة جديدة وأخبار من مصر والعالم. سلام يا